مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتحدث فيه ان شاء الله على تاهل المنتخب الجزائري او على التحاق المنتخب الجزائري بنظيره المغربي في ربع نهائي كاس افريقيا للاعبين المحليين المنظمه في اوغندا، كينيا وتنزانيا. المنتخب الجزائري اليوم لعب امام المنتخب النيجر الذي يتدين الترتيب بصفر نقطة، ولعب أمامه من أجل، والهدف هو التأهل، والتعادل كانت تكفي المنتخب الجزائري من أجل المرور والعبور إلى الدور ربع النهائي، وهذا ما تحقق إلى المنتخب الجزائري. ولكن اللي شاف المباراة واللي تفرج في مباراة المنتخب الجزائري، صراحة المنتخب الجزائري اليوم لم يقدم ذلك الاداء اللي شفنا عليه المنتخب الجزائري في المباريات السابقه، لان كان هناك نوعا من المغامره، لان باش تلعب على تعادل امام منتخب ما عنده ما يخسر، هناك نوعا من المغامره، لان شفنا المنتخب الجزائري فوق الميدان، فوق المستطيل الاخضر هناك نوع من التيهان. ما شفناش المنتخب الجزائري المنظم لا دفاعيا ولا وسط الميدان ولا هجوميا، يعني هناك عزله تامه للمهاجم ديال المنتخب الجزائري، والتفكك بين الخطوط في المنتخب الجزائري. ما شفناش واحد الانسجام، ما شفناش ذاك الاداء اللي شفنا عليه المنتخب الجزائري لا في مباراة غينيا، بالرغم أن المنتخب الجزائري انهزم بنتيجة هدف لصفر، إلى أن المنتخب الجزائري كان قويا، تسيد المباراة، سيطر على المباراة، خلق العديد من الفرص، ولكن الحظ لم يكن بجانبه. ولكن في هذه المباراة الامور عكس المباراه السابقه، لم يقدم المنتخب الجزائري اي شيء في المباراه، لا على المستوى التكتيكي ولا على المستوى الهجوم، ما شفناش فرص سانحه للتسجيل للمنتخب الجزائري. وربما هذا العامل ايضا عنده واحد المشكله ستعاني منه كل المنتخبات ديال شمال افريقيا واللاعبين ديال شمال افريقيا في هذا الشان، لان قله التحضيرات للاعبين للمنتخبات ديال شمال افريقيا، لان اللاعبين ديال شمال افريقيا انتهت البطولات ديال المغرب ولا ديال الجزائر تقريبا في جويليا، واللاعبين هناك اللي مشى العطله، يلاه عيطوا لهم دابا، وقله التحضيرات ما كايناش، عكس المنتخبات جنوب الصحراء اللي يلاه بدات البطولات ديالهم، وعنده تقريبا هناك اللي وصل لنصف موسم، لان الطقس مختلف على الطقس ديال شمال افريقيا. وهذا العامل هو ماشي مبرر، ولكن هذا العامل صراحه هو ساهم في هذا الاداء وفي عدم الاستقرار اللي كنشوفوه اللي شفنا اليوم عند المنتخب الجزائري، لان عدم الاستقرار في الاداء وشفنا العامل البدني ايضا. ربما العامل البدني كيخلي اللاعب ما بقاش كيعطي لك فوق الميدان، قله الجاهزيه ديال المنتخبات ديال شمال افريقيا وديال المنتخب الجزائري اليوم اظهرت امام المنتخب النيجر، وهناك تخوف كبير من المنتخب النيجر، لان المنتخب الجزائري صحيح لعب على التعادل، ولكن غامر، لان في وقت ما المنتخب بجنوب افريقيا انتصر، فاز على المنتخب الاوغندي، سجل على المنتخب الاوغندي، ولكن في نهايه المطاف المباراه انتهت بالتعادل 3-3، وتاهل المنتخب الاوغندي رفقه المنتخب الجزائري. لان المنتخب النيجر اليوم يلعب بنقص عددي، يلعب ب10 لاعبين، ولكن رغم ذلك المنتخب الجزائري ما قدرش يسيطر وما قدرش يسجل وما قدرش يوصل لشباك ديال المنتخب النيجر، اللي كان البعض يعتقد انها مباراه صعبه. لهذا كنقول ان من يريد الفوز بكاس افريقيا في افريقيا ما بقاش يمشي بديك العقليه وبديك التفكير ان المنتخبات في افريقيا ضعيفه وصغيره. ما بقاش هادشي، ما بقاش، وكل مباراة لها حقيقتها، والحقيقة الميدان هي من تحدد من هو الأقوى. راه ممكن تكون أفضل في المباراة وتخرج بخفي حنين، تخرج خاسر،
وهذا ما وقع للمنتخب المغربي يعني في المنتخب في مباراة كينيا، ونفس الشيء أيضا بالنسبة للمنتخب الجزائري في مباراة غينيا. كان الأفضل، كان الأحسن فوق المستطيل الأخضر، ولكن في النهاية خسر. نفس الشيء وقع للمنتخب المغربي. لهذا يعني يجب التركيز الكلي ويجب التحضير يعني على المستوى الذهني ولا على المستوى التكتيكي ولا على المستوى البدني، لأن شفنا المنتخب اليوم الجزائري يعني تائه على المستوى التكتيكي، ما حضرش 100% على المستوى التكتيكي، يعني كان مفكك بين الخطوط، يعني الفرص قليله وقليل جدا، هناك نوع من العشوائيه في اللعب. صحيح المنتخب الجزائري الهدف ديالو هو تحقيق التعادل يعني او التاهل باقل الاضرار وباقل مجهود، ولكن هناك نوع من المغامره، وفي المباريات المقبله اللي غادي يطلع فيها الريتم الا بقينا ولا بقى المنتخب الجزائري ولا المنتخب المغربي يعني كيلعب بهذا المستوى هذه. المهم المنتخب الجزائري في هذه المباراة حقق التأهل، حقق والعبور إلى الدور ربع النهائي، وهذا هو المهم، لأن جميع المباريات المقبلة، جميع المباريات ديال ربع النهائي ستكون مباراة صعبة جدا، لأن ليس هناك منتخب ضعيف أو منتخب قوي في إفريقيا. صراحة لم يعد هناك أي منتخب ضعيف ولا أي منتخب قوي، هناك يعني تقارب في المستويات، خاصة في هذه الظروف اللي كتجي فيه كأس إفريقيا بالنسبة للاعبين شمال إفريقيا، لأن بالنسبة للمنتخبات ديال شمال إفريقيا هناك نوع من التفوق ديال البطولات ديال شمال افريقيا على البطولات جنوب الصحراء، ولكن في هذه الظروف، في عدم الجاهزيه الكامله بالنسبه للاعبين ديال شمال افريقيا، يعني كيولي هناك توازن بين المنتخبات وبين اداء المنتخبات، يعني مستويات متقاربه. المنتخب الجزائري سيواجه يعني الثاني الاول في ديال المجموعه الثالثه، مباراه صعبه تنتظر المنتخب الجزائري، وايضا المنتخب المغربي سيواجه احد البلدان المضيفه في دور ربع النهائي. منتخبات شمال افريقيا ظروفها يعني او بالاداء اللي شفناه قدموه يعني في مباراتين يعني بمستوى متذبذب نوعا ما، ليس هناك الاستقرار في الاداء ولعده عوامل هضرنا عليها، ولكن الأهم والمهم تحقق هو التأهل، لأن التأهل هو اللي غيخليك تستمر، يعني غيخليك تصلح حتى الأخطاء، ولكن في المباريات المقبلة التي لا تقبل القسمة على اثنين ولا تقبل يعني أي خطأ ستدفع الثمن غاليا، لأن الخطأ يعني الخروج ويعني العودة إلى المغرب أو إلى الجزائر وإلى أي منتخب يعني كيخسر المباراة خاص يخرج من السباق. لهذا التركيز والتحضير يجب أن يكون على أعلى مستوى إذا أردنا، خاصة نتحدث هنا عن المنتخب المغربي، إذا أراد أن يعود بكأس إفريقيا، لأن كنهضر على المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. علاش؟ لأن كيعطينا واحد المقياس، يعني واحد المستوى اللي كينتظرنا نحن كمغاربه، اللي كينتظر الكره المغربيه، اللي كينتظر المنتخب المغربي في باقي المسابقات. صحيح شفنا المنتخب المغربي هناك واحد النوع من الاستقرار، واحد النوع الاداء تصاعدي للمنتخب المغربي في باقي المباريات، ولكن يجب التركيز 100%، لان واحد ملي كيشوف منتخب كيقول لك راه منتخب ضعيف. اليوم بان البرهان امام المنتخب النيجيري متديل الترتيب ب0 نقطة، ولكن عجز المنتخب الجزائري التسجيل على هذا المنتخب ولو ب10 لاعبين. على كل حال نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي في باقي المباريات. الجزائر حققت المهم، في انتظار الأهم. إلى اللقاء أعزائي الكرام، إلى فيديو آخر وموضوع آخر. إلى المنتخب.